مهاجم وده مدافع. اول ما الكره تتلعب كده يبقى ده كده اوفسايد. لقيت مكان جنب الشغل عندي عامل شويه عروض على الفرايد تشيكن اليومين دول، واسعار العروض تشدك بصراحه. فقابلت سامر بعد الشغل ورحنا نجرب الكلام ده ونشوف العروض هتطلع حلوه ولا اي كلام. يعني عامل عروض اسمها ال 85 فيها كام عرض كده يشدك، ورحت لقيته عامل عروض اسمها عروض الصيف بتبدا من 50 جنيه. المكان اسمه اوفسايد وانا رحت فرع الكوربه موجود قدام قهوه اسوان على طول. فطلبت كام عرض كده على كام حاجه، فخلينا نعمل لايك وشير ونبدا. لقيته بيعمل مسحب وبيواكب الترند وعامل عروض عليه. دي وجبه بتيجي 4 قطع مسحب واتنين عيش وكاتشب وصوص سويت شيلي ب 49 جنيه. هو حجم المسحبايه من بره حلو وبريدنج خفيف، بس هو مسحب الفراخ مفروم. كان هيبقى احلى اكيد لو كان قطع فراخ كامله، كان هيبقى احلى لو سبايسي، بس انا طلبته عادي عشان العرض اللي بعد كده كان سبايسي، اللي هو قطعتين فرايد تشيكن وبطاطس واتنين عيش وكاتشب. ما تسالنيش ايه علاقه الكاتشب بكل عرض، ب 85 جنيه. والحلو ان هم شغالين من غير اجنحه، وانتوا عارفين انا بحترم النقطه دي. سالتهم وانا بطلب هي القطع بتبقى ايه، قال لي قطعه من الصدر وقطعه من الورك. فجالي دبوس وكيله، والكيله دي بتبقى حته كده في نص الصدر وبتبقى حلوه قوي في الفرايد تشيكن. جربت البطاطس الاول، كميتها معقوله محطوط عليها ملح، بس هي حلوه وكانت سخنه، بس لو حطوا اوبشن بهارات على البطاطس هتبقى اجمد. الفرايد تشيكن نفسها حجمها كان متوسط، البريدنج يمكن زايد سنه بسيطه بس مدي قرمشه في الفراخ وانت بتقطمها، ومتوصيين قوي في السبايسي من جوه ومعتمدين اكتر على الشطه فيها. فالسبايسي لذيذ والفراخ ما عليهاش تعليق كبير، خصوصا كمان على سعر العرض. وانا بمنتج دلوقتي لقيتهم ساعات بيعملوا عرض دبل القطع، انك بتشتري وجبه بتاخدها دبل، فالسعر ده هيبقى النص تقريبا. ده بقى اكتر عرض انا حبيته هناك، بيبقى راب ساندوتش وريزو ب 79 جنيه. عاده انا بحب في سندوتشات الراب انها بتبقى منجزه كده وبتشبع وارخص. هو عيش تورتيلا وقطعتين ستريبس حجمهم حلو وصوص جبنه. والملحوظه اللي عجبتني انا وسامر الخيار المخلل الرفيع ده بيوزع الطعم في الراب احسن. فالسندوتش ده ممكن اروح اطلبه تاني، خصوصا كمان بينزل معاه ريزو. هو رز ريزو متقطع عليه ستريبس من فوق ومحطوط عليه صوص باربيكيو. الستريبس كان حلو بس الرز كان محتاج يبقى مبهر عن كده، بس هو عجب سامر. فهي اذواق يا جماعه بقى. عامه العرض ده ب 80 جنيه فهتشبع جامد وعجبني جدا. في السندوتشات عاملين عرض على سندوتش باسم المكان، هو سعره اصلا 100، بس هنا هو بيديك بطاطس وكول سلو زياده. ممكن تطلبه لحمه او فراخ، انا طلبته يبقى برجر لحم. هو برجر كلاسيك، قطعه لحمه طماطم بصل كابوتشا وشويه صوصات. حجم البرجر معقول، انا بس حسيت ان طعم الصوصات مغطي على طعم اللحمه نفسه. فلما دقت اللحمه لوحدها البرجر طعمه حلو وبهاراته معقوله، فالبرجر طعمه هيبان اكتر لو الصوصات خفت شويه. كل سلو كان مظبوط، لو بتحب طعم الكرنب والجزر يبقى اكتر من المايونيز. بره العروض بقى جربت سندوتش اسمه كرانش زنجر. ده بيبقى العيش اللي شبه البيك بيك، قطعتين ستريبس تركي جبنه خيار مخلل وصوص اوف سايد حار وصوص مايونيز حار وهاليبينو حار برضه. سندوتش مسكته صعبه شويه فقسمته نصين. هو الستريبس سبايسي وكل حاجه، بس حسيت السبايسي اكتر في الصوصات اللي حواليه. فهو شغال، بس انا حبيت العيش الكايزر احلى في السندوتش اللي بعد كده، اللي هو تشيكن موتزاريلا رانش. ده طلبته يبقى دبل بقى لان الفرق مش كبير عن السنجل. ده من السندوتشات اللي صعب تتعامل معاها بقى، يعني مش عارف هتاكله ازاي. قسمته نصين كده عشان اعرف اتعامل. هو قطعتين فراخ ورانش خيار مخلل وكل الاضافات الحلوه دي، وعليهم من فوق موتزاريلا ستيكس. الموتزاريلا ستيكس كانت بردت شويه عشان بنصور فما شدتش قوي. الفراخ هنا بتبقى مفتوحه باتر فلاي قطعتين، بس بصراحه القطعه التانيه كانت اصغر من دي شويه، بس الاتنين مع بعض حجمهم بيبقى حلو في الساندوتش. فالساندوتش ده كتجربه ودبل وبتاع لذيذه. في عروض تانية كتير عنده بس دي العروض اللي انا جربتها. فاحلى عرض بصراحه عجبني هناك هو عرض الراب ريزو. وعروض الفرايد تشيكن عامه زي ما قلت لكم فيها تنوع كبير. المكان عنده صاله فوق وتحت فهو حلو للقعده، وعنده ديكورات حلوه للتصوير. فلو الفيديو عجبكم يا ريت تعمل لايك وشير. شكرا جدا ليكم، سلام.